السلام عليكم. الفرايد تشيكن يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لولادنا والوجبات اللي بيحبوها قوي. يلا نعملها في البيت بأحسن طريقة وبأحسن شكل تقديم زي ما انتوا شايفين وبكل مكوناتها الحلوة قوي. وطبعا أرخص بكتير من لما تكون بره. بس يلا بينا نصلي على النبي ونعمل لايك كده. ونشوف الفيديو لحد الآخر ونشوف كل التفاصيل الجميلة اللي عملنا بيها الوجبة المتكاملة دي. فرايد تشيكن مع رز ريزو مع صوص تحفة جدا، مكوناته سهلة وفي البيت. وكمان سلطة كولوسلو. عندي دبابيس من الفراخ، اي كمية دبابيس انت تحبي تجيبيها على قد عدد اللي موجودين عندك في قلب البيت. الدبابيس بتاعتي كانت كبيرة شوية. الطريقة دي لقيتها أحلى بكتير يا جماعة، لأنه بتسوي حتة الفرخة معاكي، بتستوي بالكامل والعظم بتاعها بيبقى مستوي وكله تمام. ما بنلاقيش فيها أي حاجة مثلا تكون مدممة أو حاجة. فتحت الدبوس كده وجبت الشاكوش بتاع البفتيك مع كيس بلاستيك فتحته أو الكيس المشمع ده، ودقيت على اللحم بتاعه علشان الأنسجة تتفكك من بعضيها ويوصلها التتبيلة التمام، وكمان في نفس الوقت تستوي بسرعة. هتعملي الكمية بتاعتك كلها كده وتشيلي منها أي حاجة زيادة وتظبطيها كده وتعملي تتبيلة بسيطة جدا. التتبيلة اللي عملتها المرة دي ما فيهاش افتكاسات خالص. معايا ملح وفلفل، ومعايا توابل فراخ، كمان معايا بابريكا، ومعايا كوباية من اللبن. حطيت بقى معلقتين من الخل وقلبت كله على بعضه كده. وهحط الفراخ بتاعتي من الصبح بالليل، قصدي من بالليل للصبح او العكس، من الصبح لحد ميعاد الغدا بتاعك، مش العكس يعني. لايك يا جماعة. معايا بقى الكفر الخارجي عبارة عن كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا، ونفس التوابل اللي حطيتها في التتبيلة، ملح وفلفل وبابريكا وتوابل فراخ. قلبت كله كده، ومعايا بولة تانية جنبها فيها آه زي ما انتوا شايفين كده مية متلجة. هنبدأ بقى ناخد من التتبيلة بتاعتنا ونعمل الكفر بتاعنا. عملت كده بالمساكة شوية، وبعدين قلت بقى ايه، ممكن تحطيها بقى مرة واتنين وتلاتة. نزلت بإيدي بقى علشان أعمل التجاعيدة الجميلة بتاعة الفرايد تشيكن اللي بتتعمل في المحلات، علشان تبقى الوجبة مقنعة. معايا زيت سخنته كويس وحطيت فيه الفراخ، وبدأت ايه اوطي عليه علشان تاخد راحتها في التسوية خالص. شايفين اللون؟ بتطلعي دايما الفرايد تشيكن او اي مقليات على مصفى او على شبكة زي اللي انتوا شايفينها اللي انا طلعت عليها دي عشان تتصفى. دي كانت اخر حاجة خالص. علشان الزيت يفضل معاكوا رايق يا جماعة، حطوا شوية نشا فيه وهو شغال او وهو سخن. هنعمل الوجبة الحلوة. لايك 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 يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده احلى وجبة ممكن تاكلوها. معاها بقى كاتشب على مايونيز، عملت بيه السوسيس ده. وعملت الكولسلو، هنزل لكم الفيديو بتاعه، هو موجود على القناة بالفعل. احلى كولسلو والله زي الجاهز بالظبط. والوجبة كلها كانت تحفة جدا، شكروا فيها قوي. واحنا عارفين ان في مقاطعات كتير. زي ما انتم شايفين كده نعمل كل حاجة لأولادنا في البيت أضمن وأرخص واقتصادي أكتر. جربوا كل حاجة، واعملوا كل حاجة لأولادكم. وتابعونا، اعملوا لنا متابعة بقى يا جماعة. كانت مستوية من جوه والله ورائعة يا جماعة، رائعة. جربوها. شكرا ليكم والسلام عليكم.